السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم صديق لورنين. في هذا الفيديو سنعرض لكم البرنامج الكامل والمفصل لمواعيد مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون لدوري روشن السعودي الدرجة الأولى موسم 2023-2024. مباريات هذا الأسبوع وبعد الإعلان أو بعد معرفة الفائز باللقب وهو الأهلي السعودي سيتم إجراء مبارياته في الأيام ما بين 16 وإلى غاية 18 من شهر ماي الحالي. فمرحبا بكم وشكرا لكم على المتابعة. تنطلق مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون لدوري روشن السعودي في اليوم الأول والذي يصادف يوم الخميس 16 من ماي بإجراء 3 مقابلات. أولاها يحل من خلالها فريق الفتح ضيفا على فريق الطائي على أرضية استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، انطلاقا من الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. المقابلة الثانية ويستضيف من خلالها فريق الوحدة ضيفه فريق الرائد، انطلاقا من الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي على أرضية استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة. المقابلة الثالثة من يوم الخميس سيحل بموجبها فريق الاتحاد ضيفا على فريق الخليج على أرضية استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، انطلاقا من الساعة 9 مساء من نفس اليوم الخميس. تتواصل مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون في اليوم الثاني والذي يصادف يوم الجمعة 17 من ماي بإجراء 3 مقابلات أيضا. أولاها يستضيف من خلالها فريق دمك ضيفه فريق الفيحاء على أرضية ملعب نادي دمك بخميس مشيط، انطلاقا من الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. المقابلة الثانية ستنطلق على الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة ويحل بموجبها فريق الأخدود ضيفا على فريق الاتفاق على أرضية ملعب نادي الاتفاق بالدمام. المقابلة الثالثة من يوم الجمعة هي القمة التي تجمع حائز لقب فريق الهلال ضيفا على فريق النصر على أرضية الأول بارك، انطلاقا من الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الجمعة. وتختتم مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون في اليوم الثالث والذي يصادف يوم السبت 18 من شهر ماي بإجراء 3 مقابلات متبقية. أولى المقابلات يحل من خلالها فريق الرياض ضيفا على فريق الحزم، انطلاقا من الساعة 6 مساء توقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب نادي الحزم بالرص. المقابلة الثانية ستنطلق في نفس التوقيت ويستضيف من خلالها فريق التعاون ضيفه فريق الشباب على أرضية ملعب نادي التعاون ببريدة. وتختتم فعاليات الأسبوع الثاني والثلاثون بالمقابلة الأخيرة والتي يحل بموجبها فريق أبها ضيفا على فريق الأهلي على أرضية مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، انطلاقا من الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم السبت. هذه المباريات ستكون منقولة على القنوات السعودية الرياضية SSC سبور على قمر عربسات، بالإضافة إلى خدمة شاهد VIP. إذا كان هذا الجدول المفصل والكامل لمواعيد مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون لمباريات دوري روشن السعودي الدرجة الأولى موسم 2023-2024. شكرا لكم على المتابعة، فرجة ممتعة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.